اول جزء هنبدا بيه بالمسائل حاجه اسمها التحويلات. عندنا انواع كتيره من التحويلات. في تحويلات اسمها تحويلات كبيره، وفي تحويلات اسمها تحويلات ايه؟ صغيره. تعالى نبدا مع بعضينا بالتحويلات الكبيره. ايه التحويلات الكبيره يا حبيبي؟ بص معايا. في تحويله اسمها الكيلو، في الميجا، في الجيجا، في التيرا. طيب الكيلو مين يا باشمهندس؟ يقول لك الكيلو كي 10 أس 3، الميجا ام كابيتال 10 أس 6، الجيجا جي 10 أس 9، التيرا تي 10 أس 12. يبقى دي التحويلات الكبيرة. في تحويلات تانية اسمها تحويلات صغيرة زي السنتي والسلام سي 10 أس سالب 2، الملي ام صغنطوطة 10 أس سالب 3، المايكرو ام كده 10 أس سالب 6، النانو ان 10 أس سالب 9، الانجستروم ايه 10 أس سالب 10، البيكو بي 10 أس سالب 12، الفينتو اف 10 أس سالب كام؟ 15. يبقى دي التحويلات اللي حضرتك لازم تبقى حافظها. لازم ابقى حافظ مين يا باشمهندس بالظبط؟ لازم تبقى حافظ الاس والرمز. يعني لازم تبقى حافظ ان الميجا ام 10 أس 6، لازم تبقى عارف ان التيرا تي 10 أس 12، لازم تبقى عارف ان السنتي سي 10 أس سالب 2. يعني انا لما اجي اذاكر ايه وايه؟ الرقم والايه؟ والرمز. الرقم ومين يا حماده؟ والرمز. حفظت ياض الرقم والرمز تبقى انت عملت اللي عليك، وسيب الباقي على ربنا ثم عليا. تعالى بقى اقول لك ازاي من الارقام دي او من الحاجات دي تقدر بقى تحل المسائل. صلي بينا على النبي الاول. جيت مثلا بقول لك ايه؟ 5 جيجا بتساوي كام كيلو؟ 5 جيجا بتساوي كام كيلو؟ ادي يا حماده الخمسه اهي. مين اللي لازق في الخمسه؟ 10 أس 9 ولا 6؟ 9. الناحيه الثانيه بعيده، والبعيد عن العين بعيد عن مين؟ القلب. يبقى على 10 أس 3. يبقى هنا قسمنا على الناحيه اللي هنا اللي هي 10 أس 3. خدنا مع بعضينا قبل كده في القسمه بنعمل ايه؟ الاسس يطرح الاسس. في الضرب بنعمل ايه؟ الاسس بنجمع الاسس. يبقى دي 5 اهو في 10 اهي، 9 اهي، 5 الثلاثه دي تحت نعمل لها ايه؟ نطرحها. يبقى 5 في 10 أس 6. يبقى يطلع معايا بيساوي 5 في 10 أس 6. سؤال تاني يا باشمهندس. جيت بقول لك 12 تيرا بتساوي كام ميجا؟ 12 تيرا بتساوي كام ميجا؟ يا هندسه ال 12 اهي يا هندسه. ايه اللي جنب ال 12 ياض؟ التيرا ياض 10 أس كام ياض؟ 10 أس 12 على الميجا 10 أس 6. يبقى دي 12 اهي في 10 أس 12 ناقص، مش في الجسم بنطرح الأسس، يبقى 12 في 10 أس 6. سؤال تاني يا باشمهندس. جيت بقول لك 7 ملي بتساوي كام كيلو؟ 7 ملي بتساوي كام ايه؟ كام كيلو؟ يلا شد خط اهو. الرقم 7 ايه اللي جنب السبعه يا نبويه؟ 10 أس سالب. الكيلو ده فين؟ مش الكيلو ده تحت؟ مش الكيلو ده الناحيه الثانيه؟ طب لو الناحيه الثانيه بنخليه فين؟ تحت. يبقى على 10 أس 3. في الجسم بنعمل ايه؟ بنطرح الأس. يبقى دي 7 اهو، 10 اهي، سالب 3 اهي، ناقص 3. فيطلع معايا بيساوي 7 في 10 أس سالب 6. صلي بينا على النبي. سؤال تاني. جيت بقول لك ايه؟
بص معايا، 5 كيلو بتساوي كام مايكرو؟ 5 كيلو بتساوي كام مايكرو؟ ادي الخمسة. الكيلو ده 10 أس كام؟ 3. المايكرو كام؟ هو مش المايكرو الناحية التانية؟ يبقى نقسم عليه ولا نضرب فيه؟ نقسم عليه. يبقى نخلي تحت المايكرو 10 والسالب كام؟ 6. يبقى دي هنا 5 اهو. في 10 اهي، 3 اهي. ناقص ده بتاع القسمة. ركز بقى معايا عشان هيدخلوا ببعضيهم. ناقص ده بتاع مين؟ وادي سالب 6 اهي. سالب في سالب بمين؟ سالب في سالب بموجب. فيطلع معايا 5 في 10 أس 9. بيطلع معايا بيساوي كام؟ 5 في 10 أس كام؟ 5 في 10 أس 9. سؤال تاني. جيت بقول لك 7 جيجا بتساوي كام انجستروم؟ الله حبيب قلبي. 7 اهي. الجيجا 10 أس كام يا؟ 9. الانجستروم 10 أس سالب كام؟ في الجسم بنعمل ايه؟ يبقى 7 في 10 9 ناقص سالب 10. 9 ناقص سالب 10 يبقى 7 في 10 أس 19. عايز تطلع بالموجب، تطلع بالسالب، تطلع بالكسر، تطلع باي حاجه. تطلع باي حاجه. بص طيب معايا الحاجه اللي بعديها. طب افرض جبت لك نفس الكلام ده بس بالكلام الايه ياض؟ بالكلام العنجليزي بقى. جيت بقول لك 8 كي اس بتساوي كام؟ بص بقى معايا. ام سمول اس. بنعمل بقى حلقه صايعه. الاس يروح مع الاس. 8 اهي. الكيلو 10 اس ام صغنطوطه 10 اس سالب 3. في الجسم بنعمل ايه؟ يبقى دي 8 في 10 أس 3 ناقص سالب 3. سالب في سالب بموجب. يبقى 8 في 10 أس 8 في 10 أس 6. سؤال تاني. جيت بقول لك 7 كي، أو نصعب شوية نقول مثلا 7 سي ام بتساوي كام؟ جي ام. الام تروح مع 7 اهي. السنتي 10 والسالب كام يا؟ على الجي 10 والسالب كام يا؟ 10 اس كام؟ 9. في الجسم بنعمل ايه؟ 7 سالب 2 ناقص 9. سالب 2 ناقص 9 يبقى كام؟ واحد خسر 2 وخسر 9 يبقى خسر كام؟ يبقى 7 في 10 أس سالب 11. طبعا لو انت كويس في الحبشتكنات دي اللي احنا كنا بنعملها ما بتعرفش تطرح الاسس، اعملهم بالاله. يعني انت معترف ان انت راجل بدماغ كلبه، ده اعتراف منك. ما تعرفش تحسب، ما تعرفش تجمع ولا تطرح، اعملهم بالايه؟ بالاله. انا مهمتي ان انا اخليك تعمل دي. ده بقى ايه؟ ممكن تعمله بالاله. طيب ساعات يا باشمهندس بتبقى فيه اسئله اسمها اسئله سهل ممتنع. تعالى بس اقول لك ايه هي اسئله السهل الممتنع دي. تلاقي الراجل بيقول لك ايه؟ بص 5 كي اس بتساوي كام اس؟ ايه اللي بيحصل؟ الاس يعمل ايه مع الاس؟ الاس يروح مع الاس. ادي 5 اهي 10 اس 3 اهي. هل في حاجه الناحيه الثانيه نقسم عليها؟ لا خلاص سيبها كده. يبقى 5 في 10 اس 3. تاني جيت بقول لك 8 جي ام بتساوي كام ام؟ الام راح مع الام 8. الجي 10 اس كام؟ هل في حاجه الناحيه الثانيه نقسم عليها؟ لا خلاص سيبها كده. يعني بص فرق ما بين النوع ده ومثلا يعني وما بين النوع ده مثلا. هنا كان بيبقى فيه جيجا نقسم عليها. اما هنا الناحيه الثانيه، هل الناحيه الثانيه في حاجه بنقسم عليها؟ ما فيش حاجه بنقسم عليها. حد عنده اي مشكله؟ في بقى نوع تاني. في نوع تاني اللي هو النوع التربيع. لو انا جبت لك حاجه فيها تربيع، تعال اقول لك بنتعامل معاها ازاي، بس نسمع الاذان الاول.
طيب ودايما اقول لا اله الا الله. يبقى كده احنا شرحنا مع بعضينا شويه تحويلات حلوه كده. تاني ناخد واحده على لو انا جبت لك رمز واحد، جيت مثلا بقول لك ايه 12 دي مثلا ايه، عايزين نعرف مع بعضنا بتساوي كام ايه. الايه هيروح مع مين؟ مع ليه. خلي دي مثلا خليها يا عم مثلا مين تي يا عم، ده يروح مع ده. ادي 12 دي تي 10 بس كام؟ هل في حاجه الناحيه الثانيه نقسم عليها؟ لا. في بقى نوع تاني من المسائل برضو نفس النوع ده، ولكن بنسميها التحويل بس لو في تربيع في تكعيب. نتعامل معاه ازاي؟ نفس النوع بتاعنا بالظبط، ولكن اللي هيفرق هي اخر خطوه. صلي بينا على النبي الاول. جيت مثلا بقول لك ايه؟ جيت مثلا بقول لك 3 سنتيمتر مربع بتساوي كام؟ مايكرو متر مربع. بص، ولكنك شايف التربيع ما تشوفوش، اعمل نفسك ان انت من بنها وطير ده مع ده واشتغل كأنها مسألة عادية خالص. ادي 3 اهي، السنتي 10 اس سالب المايكرو في الاسم بنعمل ايه؟ 3 في 10 سالب 2 ناقص سالب 6 ناقص عشان اسم سالب 6 سالب 2 وموجب 6 يبقى كام؟ 3 في 10 اس 4. في 2 بقى احنا سايبينها، الاتنين ده يبقى نضرب الاس في كام؟ في 2 يبقى 3 في 10 اس 4 في 2 يبقى بكام؟ ب 8. خلي بالك انا بضرب الاس في 2 مش بربع الاس، يعني مش بقول 4 تربيع ب 16، لا انا بقول 2 في 4 بكام؟ 2 في 4 ب 8. سؤال تاني. لسه جيت مثلا بقول لك ايه؟ 4 كي اس بتساوي كام؟ ام اس تربيع، ولكنك شايف مين؟ التربيع. الاس يروح مع الاس، ادي 4 اهي. الكي 10 اس 3 المايكرو 10 اس سالب في الاسم بنعمل ايه ياض؟ 4 في 3 ناقص سالب 3 يبقى 4 في 10 اس سالب كام ياض؟ سالب 6 ولا موجب 6؟ موجب 6. في 2 نضرب الاس في 2 يبقى 4 في 10 اس كام؟ 12. طب يا باشمهندس افرض زي ما زميلتك ما قالت لي ايه؟ طب افرض يا باشمهندس كان في تكعيب 3، عاد نضرب الاس في 3. يعني مثلا جيت بقول لك ايه؟ 2 كي اس اس 3 بتساوي كام؟ ام اس اس 3. او تعالى بس نغير شويه، ممكن مثلا نخلي دي مين؟ سنتيمتر اس 3 ودي نسميها حاجه اسمها ملي متر اس 3. صلي بينا على النبي الاول. سيبك ياض من اس 3 دي ياض. طير الام مع 2 السنتي 10 والسالب الملي 10 والسالب الملي 10 والسالب كام؟ في الجسم بنعمل ايه؟ 2 في 10 سالب 2 ناقص سالب 3 سالب 2 وموجب 3 يبقى كام؟ موجب 1 يبقى 2 في 10 أس 1. طب هنا في 3 أضرب الأس فيه يبقى 2 في 10 أس 3 أو 1 في 3 بكام؟ 1 في 3. يبقى ده بالنسبة لجزئية التحويلات. تاني الحصة بتاعت النهاردة يعني مثلا عبارة عن ساعة و10، فأنا مش هلحق أشرح الدرس كله. فأنا هعمل إيه؟ هنشرح المسائل، يعني المسائل اللي هنشرحها. ده بالنسبة للنوع الأول من المسائل. تعالى نمسح يلا السبورة ونشرح مع بعضنا حاجة اسمها تحريك العلامة. بقى دلوقتي لو أنا معايا علامة عشرية أهي، لو حركتها كده زود الأس 1 بالسالب، لو حركتها كده زود الأس 1 بمين؟ هشرح لك تحريك العلامات وبعدين هقول لك على حلقة صايعة بدل تحريك العلامات، بس لازم اشرح لك تحريك العلامات. جيت مثلا بقول لك ايه؟ 8 2
علامة 5 في 10 أس 3. دي ممكن نكتبها ازاي؟ قال لك بص، يعني مش العلامة العشرية هنا، ممكن اجيبها هنا 8 علامة 2 5. حركت العلامة العشرية هنا يبقى زود الأس 1 بالايه؟ يبقى في 10 أس 4. طب العلامة هنا رحت جايبها هنا علامة 8 2 5. ازود الأس 1 بالايه؟ يبقى 10 أس 5. طب لو العلامة العشرية هنا أنا جبتها هنا، يبقى 8 2 5 علامة في جبتها هنا، هزود الأس 1 بالايه؟ يبقى 10 أس 2. مش فاهم يا باشمهندس يعني السؤال بيجي ازاي؟ صلي بينا على النبي الأول. السؤال يعمل لك ازاي؟ بص، يقول لك 80 أو 815 علامة 8 سنتيمتر بتساوي كام متر؟ وتلاقي الراجل اعطالك شوية اختيارات. هل بتساوي 815 علامة 8 في 10 أس سالب 3، ولا بيساوي 8 1 علامة 5 8 في 10 أس سالب 1، ولا بيساوي 81 علامة 5 8 في 10 أس سالب 2؟ تعالى بس واحدة واحدة. أنا المفروض أعمل إيه؟ ده يروح مع ده، هنحول عادي خالص. يبقى 815 علامة 8 في 10 أس سالب كام؟ 2. هل في الاختياري 815 علامة 8 في 10 أس سالب 2؟ فيه؟ فين؟ مفيش. طيب بص معايا، فدي مش موجودة. طب العلامة هنا، لو أنا مسكت العلامة دي ورحت حركتها جبتها هنا، لو انا رحت محرك العلامه دي رحت جايبها هنا، معلش دي هنخلي دي سالب 3. لو انا رحت ماسك العلامه دي ورحت محركها هنا، او معلش هي كانت سالب 1 صح، حركتها هنا كده، انا هزود الأس 1 بالايه؟ بالموجب. طب هو كان سالب 2 وموجب 1 يبقى كام؟ سالب 1 اهي. تاني، يعني المفروض 815 علامه 8 في 10 وسالب 2 مش موجوده في الاختيار. طب هو راجل عمل ايه؟ مسك العلامه دي حركها جابها هنا. طب انا لما بتحرك كده بزود الأس 1 بالايه؟ بالموجب. سالب 2 وموجب 1 يبقى كام؟ سالب 1 يبقى فعلا الاجابه دي. في ناس كتيره حتى من الطلاب التانيين ما فهموش تحريك العلامه جامد، فعملت لهم جدول كده ملوش حل. ركز بقى معايا، الجدول ده بدل يا عم تحريك العلامات. هو جدول قد يبدو ليك ان هو جدول تافه، اللي هو تقول ايه ده؟ ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ بس جدول اسمه ايه؟ حلال العجد. حلال العجد ده العشرة هي 10 أس 1 ولا لا؟ مش العشرة هي 10 أس 1؟ طب ال100 10 أس 2. طب ال1000 10 أس 3. طيب 1 من 10 10 أس سالب 1. 1 من 100 10 أس سالب 2. 1 من 1000 10 أس سالب 3. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ مش الواحد من 10 10 أس سالب 1؟ 1 من 100 10 أس سالب 2. 1 من 1000 10 أس سالب 3. مش من 1 من 1000 ده اللي هو 1 على 1000. طيب ساعات بقى الراجل بيجيب لك الأسئلة ازاي؟ الصبح كنا بنحل سؤال مع زملاتكم كان كاتب كده، كان كاتب لي بص 200 ملي جرام بيساوي كام جرام؟ 200 ملي جرام بيساوي كام جرام؟ الجرام يعمل ايه مع الجرام؟ ادي 200 اهو، مش الملي 10 أس سالب 3؟ صح ولا غلط؟ الملي 10 أس سالب كام؟ ندور في الاختياري مفيش 200 في 10 وسالب 3. عملنا ياض حركه صايعه. صلي بينا على النبي الاول. لو قلت لك ياض ال 200 دي ياض 2 في 100 تتقمص مني؟ هي في 10 أس سالب 3. 2 في 100 ممكن اكتبها 2 في 10 أس 2. اهي ال 100 10 أس كام؟ في 10 أس سالب 3. يبقى دي 2 اهو. 2 ناقص 3 يبقى كام؟ سالب 1.
يبقى 2 في 10 وسالب 1. تاني 200 في 10 وسالب 3. ال 200 دي عباره عن مين؟ 2 في 100. مش 2 في 100 اللي هي ب 200. طب ما هي ال 100 دي 10 أس كام؟ يبقى 2 في 10 أس 2 في 10 أس 3. 2 ناقص 3 يبقى كام؟ يبقى سالب 1. يبقى 2 في 10 وسالب كام؟ سؤال تاني كان سؤال ليفل العظماء. صلي بينا على النبي الاول. جيت مثلا بقول لك ايه؟ 1/10 ملي جرام بيساوي كام؟ كيلو جرام. يلا اول حاجه الجرام يعمل ايه مع الجرام؟ ادي 1/10 اهو. الملي 10 والسالب كام يا 3 يا نتنا. الكي 10 اس كام؟ 3. في الجسم بنعمل ايه؟ يبقى دي 1/10 في 10 سالب 3 ناقص 3. سالب 3 ناقص 3 بكام؟ يبقى 1/10 في 10 أس سالب. حد يزعل مني لو أنا عينت ال1/10 وحطيت بدلها 10 والسالب 1 في 10 والسالب كام؟ 10 والسالب 1 في 10 والسالب 6 يبقى كام؟ 10 أس سالب 7. تاني 1/10 ايه؟ الجرام راح مع الجرام. الملي 10 وسالب 3. الكي 10 أس 3 سالب 3 ناقص 3 سالب 6. يبقى 1/10 في 10 والسالب 6. هي مش ال1/10 دي اللي هي 10 والسالب 1؟ يبقى 10 والسالب 1 في 10 والسالب 6 يبقى 10 والسالب كام؟ يبقى 10 والسالب 7. سهله ولا مش سهله؟ في بقى حته ثانيه عايزين نقولها مع بعضينا. في حاجه اسمها القدمه ذات الورانيه. تعالى خليك برنس فيها. القدمه ذات الورانيه دي بنستخدمها في قياس مين؟ نص قطر كوره، قطر كوره، مساحه كوره، حجم كوره، اي حاجه لها علاقه بالايه؟ بالكوره. طيب بنقيسها ازاي؟ بص الراجل اولا دي بيكون شكل القدمه ذات الورانيه. بيجيب لك كده مسطره وادي كوره وفينا زي جسم بيتحرك يمين او شمال. بنقرا المساله ازاي او بنطلع المساله ازاي؟ الراجل بيبقى جايب لك دايرتين، دايره كبيره، دايره ايه؟ صغنطوطه. تعال اقول لك بنقراهم ازاي. بص في قانون كده اختراع يا كوتش بيقول لك ايه بقى؟ الدايره الصغيره بنضربها في 1/10 زائد بناخد الرقم اللي قبل الصفر في الدائره الكبيره. تعال اقول لك ازاي. الدايره الصغيره مثلا جيت بقول لك هنا 8 مثلا، رحت عملت لك كده 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. تلاقيني رحت عملت لك كده واقول لك يلا اجرى لي الرقم ده. عايزين نجرى مع بعضنا الرقم ده. تعالى ركز معايا. بنعمل علامه زائد اهو. الدايره الصغيره فيها رقم كام؟ يبقى 8 اضربها في كام؟ في 1/10 زائد. بص ده مش 2 دي 20 علشان الوحده اللي انا هطلعها في الاخر هتطلع معايا بوحده مين؟ الملي. فدي مش 2 دي كام؟ دي مش 3 دي كام؟ فبص ده 20 21 22 23. الصفر ايه الرقم اللي قبل الصفر؟ 23. يبقى 23 زائد 8 في 1/10 يطلع معايا بيساوي 23 و8. لسه مش فاهم يا باشمهندس. سؤال تاني. بص يا باشا دايره صغنطوطه دايره كبيره اهي. بقول لك هنا 3 اهي. تعال نكبر الكحكه دي شويه. وادي هنا 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعملت لك كده. عايزين يلا نعرف مع بعضينا هيقرا كام. ادي علامه زائد اهي يا حاجه فوزيه. الدايره الصغيره بضربها في كام؟ 1/10 صح؟ الدايره الكبيره دي مش 5 دي كام؟ 1
2 3 4 5 6. ايه الرقم اللي قبل الصفر؟ 56. يبقى 56 زي 3 في 1 من 10، 56 و3 من 10. طبعا نتكلم على صورة الأبعاد. صورة الأبعاد أنا أقسمها لك لجزئين، 70% عليك 30% عليا، وما تستغلش بال 30% بتاعتي. 70% عليك، هنحفظ مع بعضنا الجدول ده وانا اقول لك جه ازاي. 30% عليا في 10 خصائص هنشرحهم مع بعض. ذاكرت الجدول، حفظت الجدول او ذاكرت الجدول زائد عرفت وفهمت ال10 خصائص اللي انا هشرحهم لك، انت كده ما فيش اي خاصيه تقف معاك. صلي بينا على النبي الاول. نبدا يلا مع بعضينا في صيغ الابعاد. قبل ما ندخل على الجدول والمعمعه، في 3 سطور عايزين نقولهم مع بعضينا. اول سطر بيقول لك ايه؟ الطول او العرض او الارتفاع او المسافه او الازاحه او نصف القطر او القطر، كل ده ليه صيغه واحده اللي هي ال. يعني كل اللي انا كاتبه على السبوره ده ليه صيغه ابعاد واحده اللي هي اسمها مين؟ ال. طيب الكتله الصيغه بتاعتها ام. طب الزمن الصيغه بتاعته تي. يبقى الطول او العرض او الارتفاع او المسافه او الازاحه او نص القطر او القطر ال، الكتله ام، الزمن تي. زي الفل زي الفل. طيب طبعا انت عارف ان في صيغ الابعاد او لما بنيجي نضرب حاجات بنجمع الاسس ولا بنطرحها؟ يعني ال اس 2 في ال اس 3 بكام؟ ال اس 5. ال اس 4 في ال اس سالب 1 يبقى بكام؟ ال اس كام؟ 3. في الضرب بنعمل ايه للاسس؟ احنا بقى بتوع الفيزياء عندنا لا مؤاخذه كده ايه؟ حساسيه من الجسم، ما بنحبهاش. دايما نحب نكتب الخط على خط مستقيم. ما بنحبش مين؟ ما بنحبش الاسم. ما بنحبش خلاص، ما بنحبش مين؟ الاسم. بنحب مين؟ حاجه تبقى على نفس الخط. فيقول لك ايه بقى؟ اي حاجه تحت عايز اطلعها فوق بطلعها بعكس. لو موجب تبقى، لو سالب تبقى. يعني مثلا جيت بقول لك ال على ام 2، ال على ام 2 دي ممكن نكتبها ال في ام سالب 2، مش هي كانت تحت طلعناها فوق تطلع بعكس. جيت بقول لك ال على تي اس سالب 1 تطلع فوق تبقى ايه؟ ال تي اس كام؟ جيت بقول لك ام على ال 3 تي سالب 4. اي حاجه تحت عايز اطلعها فوق بطلعها بعكس. ادي ام اهي ال اس 3 تطلع فوق تبقى ال اس سالب اهو. تي اس سالب 4 يطلع فوق يبقى تي اس كام؟ يا اس موجب 4. فاهم دي؟ يبقى اي حاجه تحت عايز تطلعها فوق بطلعها بعكس. موجب تبقى، سالب تبقى. تعالى نكتب مع بعضنا بقى الجدول ده. تعالى نشوف الجدول ده جه ازاي. صلي بينا على النبي الاول. يلا. المساحه بتساوي الطول في العرض، صح؟ الطول ال، العرض ال في ال تربيع. الحجم بيساوي طول في عرض في ارتفاع ال في ال في ال تكعيب. طيب الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. الكتله امايه، الحجم لسه مطلعينه نادي حماده يا ال اس 3. اي حاجه تحت عايز اطلعها فوق بطلعها بعكس، يبقى ال في ال ايه؟ سالب 3. فاهمين؟ طيب السرعه بتساوي مسافه على زمن. المسافه ال، الزمن. تزعل مني لو بقول لك الزمن تي اس 1؟ تزعل؟ اي حاجه تحت عايز تطلعها فوق بطلعها بعكس، يبقى ال في تي سالب 1. ماشي.
بص معايا، العجله بتساوي السرعه على الزمن. السرعه عباره عن ال في تي سالب 1، الزمن تي اس 1. اي حاجه تحت عايز اطلعها فوق بطلعها بعكس تي سالب 1، تطلع فوق تبقى تي اس كام؟ تطلع فوق تبقى تي اس سالب 1. مش هي كانت تي اس 1؟ تطلع فوق تبقى تي اس كام؟ يبقى ال في تي سالب تاني السرعه ال في تي سالب 1، الزمن تي اس 1 بس تحت، يطلع فوق يبقى تي اس كام؟ طب ما تي سالب 1 وتي سالب 1 يبقى سالب كام؟ ماشي. القوه بتساوي الكتله في العجله. الكتله اما العجله لسه مطلعينها يا ال في تي سالب 2، فيطلع معايا ام في ال في تي سالب 2. كميه التحرك بتساوي الكتله في مين؟ الكتله اما السرعه ال في تي سالب، فيطلع معايا ام في ال في تي سالب 1. بص معايا هنا، صلي بينا على النبي الاول. لو فهمت ياض الضغط ده ياض من اول مره تبقى انت راجل ايه؟ دماغك دي المظاء. صحصح معايا يا فوزيه. بص معايا، القوه صار بس ايه؟ نعمل زمايه كده. القوه ام في ال في تي سالب 2، المساحه ال اس 2، صح؟ طيب ايه رايك نعين ال اس 2 ونحطها فوق نخليها مين؟ ال سالب 2، صح؟ ال دي ما عليهاش حاجه، تبقى دي ال اس كام؟ 1. ادي ام اهي، ال اس 1 ال اس سالب 2، يبقى ال اس كام؟ في تي اس سالب 2. هتلاقيها هنا اهي. بص اهي تاني، ركز معايا تاني، اقولها لك تاني اهو، اطلع معاك جدع اهو. القوه عباره عن ام في ال في تي سالب 2، المساحه ال اس كام؟ خد المساحه هنا كانت عباره عن ال اس 2، تطلع فوق تبقى ال اس كام؟ طب ال اس 1 وال اس سالب 2 يبقى ال اس كام؟ سالب 1. ما هو سالب 2 وموجب 1 سالب 1، فيبقى اما في ال سالب 1 تي سالب 2. طيب السؤال اللي بعديه بقول لك عندنا حاجه اسمها مين؟ حاجه اسمها الشغل. طيب الشغل عباره عن القوه في الازاحه. القوه كنا مطلعينها فوق ام في ال في تي سالب، احنا قلنا الازاحه فوق بمين؟ بال، 3 سطور اللي كانوا فوق، ال في ال يبقى ام في ال 2 تي سالب 2. طب اللي بعديها القدره بتساوي الشغل على الزمن. الشغل عباره عن مين؟ ام في ال 2 تي سالب 2 على الزمن. الزمن تي اس 1. اي حاجه تحت عايز اطلعها فوق بطلعها بعكس. طب هي كانت تي اس 1، تطلع معايا فوق تبقى تي اس كام يا فوزيه؟ سالب 1. تي سالب 1 تي سالب 2، سالب 1 وسالب 2 يبقى كام؟ يبقى ام في ال 2 تي سالب 3. اخر حاجه 1 على الزمن الدوري. 1 الزمن ده اللي هو تي اس كام؟ تي اس كام؟ يطلع فوق يبقى تي اس كام؟ طب يا باشمهندس انا لما اجي اذاكر، بص بقى معايا، لما اجي اذاكر ايه بالظبط؟ طبعا ده جدول كبير. لما اجي اذاكر ايه بالظبط؟ ذاكر بطريقتين، لا الا تحفظ القوانين، يعني تبقى عارف مثلا ان الكثافه كتله على حجم وتشتغل، القوه بتساوي كتله في عجله وتشتغل، وانا ما بحبش ده. او تريح دماغك وتتمم 70% بتاعتك وتحفظ لي الحاجات اللي باللون الاحمر بس. بص الجدول ده كله انا عايزك تعرف لي الحاجات اللي باللون الاحمر بس فقط. كله ده انا عايزك بس تعرف لي اللي باللون الاحمر بس.
طيب يا باشمهندس فينا وحدات قياس احفظها؟ يقول لك المفروض تحفظها بس عمك حسن مش هيسيبك. تعالى اخليك انت المفروض انت حفظت اللي باللون الاحمر، حفظت صيغ مين؟ من صيغ الابعاد اللي انت حافظها تعرف تطلع الوحده بسهوله. اقول لك ازاي. هتحفظ الثلاث كلمات دولت، هتعين الام وتحط بدلها كيلو جرام، هتعين ال وتحط بدلها متر، هنعين التي ونحط بدلها اس. لو انت حفظت الثلاث جمل دولت انت بس مع السلامه. ليه؟ مش الام ده كتله؟ ايه الوحده بتاعت الكتله يلا؟ كيلو جرام. ايه الوحده بتاعت الطول؟ ايه الوحده بتاعت الزمن؟ طب ازاي بقى يا باشمهندس؟ عايزك ايه؟ عايزك تقنعني. صلي بينا على النبي الاول. بص يا حمام، نعمل الزمايه الحلوه بتاعتنا. بص، انا المفروض ان انا حافظ صيغ الابعاد، عارف ان المساحه ال تربيع، هعين ال واحط بدالها اهي. تعالى هنا، انا عارف ال اللي هي ام، هعين ال واحط بدالها اهي. تعالى مثلا هنا، انا عارف ان ال مين؟ عارف ان التي مين؟ تعالى مثلا هنا، بص معايا، انا عارف ان الام مين؟ عارف ان ال مين؟ عارف ان التي مين؟ اس. يبقى هل انا كنت لازم احفظ الوحدات؟ لا، لو انا حافظ صيغ الابعاد اعرف اجيب الوحده ولا لا؟ هعين الام واحط بدلها كيلو جرام، هعين ال واحط بدلها، هعين التي واحط بدلها اس. ولكن الجدول ده كله هتحفظ لي فيه اللي باللون الاحمر زائد جدول الحاجه حلويات. لازم تحفظ جدول الحاجه حلويات. الجدول ده يخليك تطلع لفوق. صلي بينا على النبي الاول. يلا جدول الحاجه حلويات اهو. بص معايا، الجدول ده اسمه جدول الوحدات المكافئه. مش هتلاقيه غير موجود هنا. الوحدات مين؟ الوحدات المكافئه. ايه الوحدات المكافئه دي؟ القوه. بص معايا، مش القوه طلعناها وحده من صيغه الابعاد كانت عباره عن كيلو جرام في متر في ثانيه وسالب 2؟ ليه طلعناها من الجدول هنا؟ هي مش القوه عباره عن ام في ال في تي سالب 2؟ هنعين الام ونحط بدلها، هنعين ال ونحط بدلها، هنعين التي ونحط بدلها، يبقى كيلو جرام في متر في ثانيه والسالب. يقول لك لها وحده بقى مكافئه. مين يا عم؟ اسمها الحاجه نيوتن. يبقى القوه ليها وحده اسمها مين؟ الشغل. ليه بدل الوحده وحدتين؟ جول او نيوتن في متر. يبقى جول او نيوتن في مين؟ نيوتن في متر. طيب في حاجه اسمها التردد. التردد ليه وحده اسمها هرتز. اسمها مين؟ هرتز. طيب حاجه اسمها كميه التحرك. كميه التحرك بتساوي مين؟ نيوتن في ثانيه. يبقى نيوتن في متر الشغل، اما نيوتن في ثانيه مين؟ اخر حاجه انت جايبها لي اللي مش بتذاكر، الضغط. الضغط ليها وحدتين، وحده اسمها باسكال او نيوتن في متر اس سالب 2. دي وحدات زياده عن الجدول، دي وحدات انت مش هتعرف تجيبها من الجدول، دي وحدات لازم تبقى عارفها. يبقى تاني، القوه عباره عن مين؟ نيوتن. طب الشغل جول او نيوتن. التردد هرتز. كميه التحرك نيوتن في ثانيه. الضغط او نيوتن في مين؟ في متر والسالب 2. حفظت الجدول ده وحفظت اللي باللون الاحمر، انت كده ذاكرت 70% من صيغ الابعاد. طب وال 30% هنقولهم دلوقتي. صلى بينا على النبي الاول.
يلا بقى معايا وصلي بينا على النبي الاول. الخصائص دي مش هقول لك اختراعي والكلام ده، الخصائص دي موجوده في الكتب، ولكن انا حاولت ان انا ابسطها لك. يعني تلاقيني ايه بقولها لك كده زي اغنيه او زي مقطع كده بحيث ان هو يثبت في دماغك. عندنا كام خاصيه؟ 10 خصائص. هل الخصائص دي موجوده في الكتب؟ لا، مش موجودين. انا فندتهم لك علشان يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. 10 خصائص سهلين جدا. اول خاصيه عندنا، صلي بينا على النبي الاول. اول خاصيه بتقول لك ايه؟ اي حاجه بعد العلى غير اشارتها. لو موجب تبقى سالب، طب لو سالب تبقى موجب. مش فاهم يا باشمهندس يعني ايه؟ يعني بص، جيت مثلا بقول لك ايه؟ اما على الاتنين، دي عباره عن مين؟ دي عباره عن ام في ال سالب 2. مش هي بعد العلى؟ بعد العلى بنغير. طيب جيت مثلا بقول لك ام على ال 3 تي سالب 4، يبقى ام ال سالب 3 تي اس كام؟ اس 4. جيت بقول لك ام اس 2 على ال سالب 5 تي اس موجب 3، يبقى عباره عن مين؟ ام 2 ال اس 5 تي اس سالب 3. ما لاقيش عين نتن يعمل لي ازاي؟ يقول لي يا باشمهندس انت ليه ما غيرتش الاثنين؟ انا بقول اي حاجه ايه؟ بعد العلى. اي حاجه بعد مين؟ اي حاجه بعد العلى. هي الام اس 2 دي بعد العلى ولا قبل العلى؟ قبليها، فما نغيرهاش. يبقى اي حاجه بعد العلى بنغير. لو موجب تبقى، لو سالب تبقى 2. اي حاجه اس زيرو ملهاش لازمه. اي حاجه اس زيرو مالها؟ يعني ايه يا باشمهندس؟ بص يا حبيب قلبي، اجي اقول لك الكتله، صيغه ابعاد الكتله ايه؟ احنا عارفين صيغه ابعاد الكتله ام، صح؟ اجي ادور في الاختيار رياضي يمين شمال ما الاقيش ام. تلاقي الراجل كتبها لك ازاي؟ ام ال اس زيرو تي اس زيرو. صح ولا غلط؟ صح. ما هو اي حاجه اس زيرو مالها؟ ملهاش لازمه. امال لما هي ملهاش لازمه، امال الراجل بيكتبها ليه؟ عشان يلخبطك، يضحك عليك، هديلك على قفاك. طب مثلا السرعه ال تي سالب مين؟ 1 في الجدول هتلاقيها ال تي سالب 1. تيجي تدور في الاختياري مفيش ال تي سالب 1. امال هتلاقيها مكتوبه ازاي؟ ام اس زيرو في ال في تي سالب 1. صح ولا غلط؟ صح. الكثافه المفروض ام في ال سالب، تيجي تدوري في الاختياريه بنت فوزيه تلاقيها مكتوبه ازاي؟ ام في ال اس سالب 3 في تي اس زيرو. صح ولا غلط؟ صح. يبقى اي حاجه اس زيرو لها لازمه؟ اي حاجه اس زيرو لها لازمه؟ ملهاش لازمه. كده احنا خدنا كام خاصيه؟ 2. خاصيه رقم 3، الارقام والثوابت العدديه والدوال المثلثيه ملهاش لازمه. تاني، الارقام والثوابت العدديه والدوال المثلثيه ملهاش لازمه. مش فاهم يعني؟ بص، نص، 2، ربع، باي، ساين، كوزاين، تان، اللي هي الجا والجتا والظا، كل الارقام دي اي رقم ملوش لازمه. يعني ايه؟ اعمل نفسك كاريزما عليه ولكنك شايفه، ما تعبروش. مش فاهم يعني؟ جيت مثلا بقول لك ايه؟ هات لي صيغه ابعاد نص الكتله في السرعه. النص ليه لازمه؟ الكتله ام، السرعه عباره عن مين؟ ال في تي سالب 1.
جيت بقول لك هات لي القوه في ساين الزاويه. القوه في مين؟ في ساين الزاويه. ساين الزاويه دي لازمه؟ لا. القوه عباره عن مين؟ ام في ال في تي سالب 2. جيت بقول لك هات لي باي في اتش في في اللي هي السرعه. الاتش ده اللي هو الارتفاع. الباي ليه لازمه؟ احنا قلنا الارتفاع اللي هو اسمه مين؟ ال. السرعه عباره عن مين؟ ال في تي سالب 1. ال في ال في تي سالب كام؟ يبقى ال تربيع في تي سالب 1. يبقى لما تلاقي الباي، تلاقي النص، تلاقي الاثنين، تلاقي الساين، تلاقي الكوزاين، تلاقي التان، ليهم لازمه بالنسبه لي ولا كأنك شايفهم. طيب ملحوظه او خاصيه رقم 4 تقول لك ايه؟ بص بقى دي مطلع اغنيه. اي حاجه اس 2 اكتبها مرتين. اي حاجه اس 2 نكتبها كم مره؟ مرتين. يعني مثلا جيت بقول لك ايه؟ هات لي صيغه ابعاد في تربيع حيث الفي دي السرعه. في تربيع. في تربيع نكتبها ايه؟ في في. الفي عباره عن مين؟ اللي في تي سالب 1. اللي في تي سالب 1. جمع معايا ال وال. تي سالب 1 تي سالب 1 تي سالب 2. سؤال تاني. سؤال هنعمل ميكس ما بين الرابع والثالث. جيت بقول لك هات لي نص اما في تربيع. او يا عم نصعبها سيكا، نصعبها سيكا. نص ام ايه تربيع حيث ايه دي العيله العجله. اول حاجه النص ليه لازمه؟ لا. ادي ام. اي حاجه اس 2 نكتبها. ادي امايه. الايه اللي في تي سالب 2. اللي في تي سالب 2. ادي ام. ال وال تي سالب 2. تي سالب 2 يبقى تي اس سالب كام يا فوزيه؟ تي سالب 4. دي الخاصيه رقم كام؟ خاصيه رقم كام؟ خاصيه رقم 5. اي حاجه تحت الجذر اقسم الاس على الاثنين. اي حاجه تحت الجذر بنقسم الاس على كام؟ على الاثنين. مش فاهم يا باشمهندس؟ جيت ياضي حموكشه بقول لك ايه؟ هات لي جذر مثلا، يعني نقول مثلا مين؟ العجله في الازاحه. ولا كأنك شايف الجذر، طنش له. العجله عباره عن مين؟ اللي في تي سالب 2. طب والازاحه عباره عن مين؟ ال. ال في ال في تي سالب. طب هنا في جذر، هنا في جذر. لما يكون في جذر بنقسم الاس على كام؟ بنقسم الاس على كام؟ فيبقى ال 2 على 2 فيها سالب 2 على 2 فيها يبقى ال اس 1 في تي اس كام؟ سالب 1. سؤال تاني عشان الواد حماده دي لسه ما فهمش. جذر. بقول لك هات لي جذر الشغله في الكتله. جذر الشغل في مين؟ في الكتله. طيب الشغل عباره عن مين؟ ام في ال 2 تي سالب 2. الكتله مين؟ ام. ام في ام في ال 2 تي سالب 2. اي حاجه تحت الجذر بنقسم الاس على كام؟ على 2. 2 على 2 فيها 2 على 2 فيها سالب 2 على 2 فيها الكام؟ فيها السالب 1. سهله؟ تعالى ركز يلا معايا هنا. الخاصيه رقم 6. الخاصيه رقم 6 بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي. بص، لو الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس. يعني ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ يعني جيت مثلا بقول لك ال اس اكس في تي اس واي بتساوي ال اس 2 في تي اس 3. عايزين نعرف الاكس بكام
والواي بكام؟ مش ال ده زي ال ده يبقى الاكس بتساوي كام؟ 2. مش التي ده زي التي ده يبقى الواي بيساوي كام؟ 3. سؤال تاني، جيت مثلا بقول لك ايه؟ جيت بقول لك لو القوة بتساوي ام اس اكس في ال اس واي تي اس زد، عايزين نجيب الاكس والواي والزد. صلي بينا على الاول. القوة عبارة عن مين؟ ام في ال في تي سالب بتساوي ام اس اكس ال اس واي تي اس زد. يا باشمهندس هو دي ما عليهاش اس، ممكن نعتبر الاس بتاعها بكام؟ لو حاجه ما عليهاش اس بنعتبر الاس بتاعها بكام؟ الام زي الام يبقى الاكس يساوي ال زي ال يبقى الواي بيساوي التي زي التي يبقى الزد بتساوي سالب 2. عايزه ثاني؟ طيب خاصيه رقم 7. بص بقى معايا في الخاصيه رقم 7 بتقول لك ايه بقى؟ هو ايه هي اصلا اهميه صيغ الابعاد؟ يقول لك اهميه صيغ الابعاد الاستدلال على مدى صحه العلاقه. يعني انا جبت لك علاقه، اخترعت لك قانون، بقول لك ده القانون، هل القانون ده صح ولا غلط؟ تعرف منين اذا كان القانون ده ممكن يبقى صح او ممكن يبقى غلط؟ مش فاهم. يعني بص، جيت بقول لك ان القوه بتساوي الكتله في العجله. المعادله دي ممكن تبقى صح ولا ممكن تبقى غلط؟ بص، هل هي ممكن تبقى صح ولا هي غلط؟ بنعمل ايه؟ عند اللي يساوي نشد خط، نجيب صيغه الابعاد، نجيب صيغه الابعاد اللي هنا ونجيب صيغه الابعاد اللي هنا. لو طلعوا زي بعض يبقى ايه؟ ممكنه. لو طلعوا مختلفين يبقى غير ايه؟ ممكنه. يعني القوه عباره عن مين؟ ام في ال في تي سالب 2، دي القوه. طب الكتله عباره عن مين؟ ام. العجله عباره عن مين؟ ال في تي سالب. ده زي ده، يبقى علاقه ممكنه ولا غير ممكنه؟ ممكنه. سؤال تاني، جيت بقول لك الشغل بيساوي نص الكتله في مربع السرعه. الكلام ده صح ولا مش صح؟ عند اللي يساوي اروح شادد مين؟ حط. الشغل عباره عن ام في ال 2 تي سالب 2. النص ليه لازمه؟ طيب ادي ام، اي حاجه اس 2 نكتبها. ادي ام في ال في تي سالب ال في تي سالب 1. ادي ام ال وال تي سالب 1 وتي سالب 1 يبقى كام؟ ده زي ده ولا مش زي ده؟ ده زي ده، يبقى العلاقه ممكنه ولا غير ممكنه؟ يبقى العلاقه ممكنه. طيب ساعات الراجل يروح عامل لك ايه؟ تعالى طيب ناخد واحده كده ايه ثانيه وبعدين اقول لك ساعات الراجل بيقول لك ايه. اجي مثلا اقول لك القوه بتساوي نص الكتله في السرعه، صح ولا غلط؟ عند اللي يساوي نشد مين؟ خط. السرعه او القوه ام في ال في تي سالب 2. النص ليه لازمه؟ الكتله ام، السرعه ال في تي سالب. هل ده زي ده؟ يبقى غير ممكن. اخر سؤال على الخاصيه رقم 7. جيت مثلا بقول لك الدي بتساوي في تي زائد نص ايه تي تربيع، حيث الدي دي اللي هي مين؟ الدي دي اللي هي المسافه. تقدر تقول لي هل المعادله دي ممكنه ولا غير ممكنه؟ هنا الموضوع بدا يوسع مننا شويه. عند اللي يساوي نشد مين؟ عند الزائد نشد مين؟ دي مسافه، المسافه دي اللي هي مين؟ ال. السرعه ال في تي سالب 1. طب الزمن تي ملهاش اس، نعتبر الاس بتاعها بكام؟
سالب واحد وموجب واحد يبقى بكام؟ اتبقى لي ال بس. تاني، مش السرعه ال في تي سالب واحد؟ الزمن تي اس كام؟ اس واحد وسالب واحد يبقى كام؟ صفر. يبقى تي راحت، اتبقى لي بس مين؟ ال. النص ليه لازمه؟ العجله عباره عن مين؟ ال في تي سالب 2 في تي اس 2 وسالب 2 يتبقى لي مين؟ يتبقى لي ال. ده زي ده زي ده ولا لا؟ يبقى العلاقه ايه؟ في خاصيتين تانيين اللي هي صيغ الابعاد لا تجمع ولا تطرح واللي جنبيها بنقسم عليها. ده ان شاء الله كده ايه ممكن ابقى اقولها لك الحصه الجايه.